لو معاك 25 قرش 1957 الكف الشمال، فدي سعرها عامل 100,000 جنيه. أيوة زي ما سمعت كده، سعرها عامل 100,000 جنيه. العملة اسمها ربع جنيه 1957 الكف الشمال، دي سعرها يا جماعة عامل 100,000 جنيه. أو بصيغة تانية، العملة التذكارية لافتتاح مجلس الأمة 1957، فدي سعرها يا جماعة عامل 100,000 جنيه. بس قبل ما تعرف ليه سعرها عامل 100,000 جنيه وإيه المواصفات اللي فيها مخلي سعرها غالي كده، بطلب منك إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو أنت بتشوفنا على اليوتيوب. أما لو أنت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة. أما لو أنت بتشوفنا على التيك توك فبطلب منك إن أنت تعمل لنا متابعة في التيك توك وتخش على قناتنا على اليوتيوب من خلال التيك توك وتفعل زر الجرس وتشترك في قناتنا على اليوتيوب، لأن كل الفيديوهات بخصوص العملات الشحيحة والنادرة هتنزل على اليوتيوب الفترة اللي جاية يا جماعة. فبطلب منكم إن أنتم تشتركوا في اليوتيوب. ويلا بينا نخش دلوقتي جوه الفيديو. ورجعنا لكم يا جماعة من جديد. النهاردة هنتكلم عن 25 قرش الكف الشمال أو الربع جنيه فضة الكف الشمال 1957. ليه العملة ديت سعرها غالي جدا، وليه وصلت سعرها فعلا في السوق سعرها بيتراوح من 50,000 جنيه إلى 100,000 جنيه. إيه اللي مخلي سعرها غالي جدا؟ اللي مخلي سعرها غالي جدا إن العملة ديت وزنها 17.5 جرام، تم صناعتها كلها من الفضة، القطر بتاعها 35 ملي، تم إصدار عدد قليل جدا 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 منها، لذلك هي نادرة وغالية جدا، وكان إصدارها بهدف التجربة. بالمناسبة العملة ديت لم تصدر بمناسبة افتتاح مجلس الأمة، كان الهدف منها إن هم يصدروها عشان تبقى عملة تذكارية لافتتاح مجلس الأمة، ولكن اتوقف إصدارها. طب ليه اتوقف إصدارها؟ نظرا لخطأ جوهري في هذه العملة أو في التصميم بتاع العملة. ايه الخطأ الجوهري اللي موجود فيها؟ وهو وجود الكف الشمال فوق المصحف. لو ركزنا على شكل العملة هنلاقي فعلا الكف الشمال ايد محطوطة كف شمال مرسومة ومحطوطة على المصحف، وما ينفعش طبعا ان نحط كفنا الشمال على المصحف، اما يجي بنحط كفنا اليمين على المصحف. لذلك لم تصدر هذه العملة للتداول بين الناس، وتم اختيار تصميم اخر للتداول، يعني عملوا تصميم تاني واصدروه للناس، وهو دي التصميم الشائع بين الناس اللي هي صورته قدام حضراتكم دلوقتي وشائع وموجود مع كل الناس، وهو 25 قرش او ربع جنيه سنة 1957، وتم اصداره كعملة تذكارية لافتتاح مجلس الأمة. وبالنسبة للعملة التذكارية بتاعت افتتاح مجلس الأمة اللي هي متداولة وموجودة مع كل الناس وفي ايدين الناس، اللي هي مرسوم عليها رمز للمجلس بتاع الأمة، صورة مجلس الأمة موجودة على العملة ومكتوب تحتها 22 يوليو تذكار لافتتاح مجلس الأمة. العملة ديت متداولة وموجودة بين كل الناس وتم صك منها ملايين، ولكن سعرها برضو يا جماعة حلو جدا، بيوصل سعرها للي معاه ل 200 جنيه. العملة المتداولة بين الناس بيوصل سعرها ل 200 جنيه اللي هي 1957 25 قرش، ومكتوب عليها جمهورية مصر العربية سنة 1957، دي سعرها 200 جنيه. ولكن فضل في مخيل الناس العملة اللي هي بتاعت الكف اللي موجودة على المصحف، إلى أن تم إصدار بقى عملة سنة 1960 عليها الكف، ولكن عدلوا بقى المرة دي وتداركوا الخطأ وحطوا الكف اليمين على العملة، ودي برضو موجودة بين الناس وتم إصدارها بين الناس. لذلك اللي معاه عملة فيها الكف لازم يكون الكف الشمال، العملة الغالية الكف الشمال. أما العملة اللي هي متداولة وموجودة بين الناس سنة 1960 موجود عليها، تلاقي لو لاحظنا نلاقي الكف اليمين، ودي سعرها برضو يا جماعة 200 جنيه. أما العملة النادرة والشحيحة اللي مش موجودة بين الناس كتير لأن تم إصدار منها عملات تجريبية حوالي عدد صغير جدا، ديت يا جماعة سعرها فعلا بيوصل ل 100,000 جنيه. السعر بيتراوح من 50,000 جنيه إذا كان متداول بشدة بين الناس وبيبقى خدوش مطحون يعني ونقرات وتآكل في أي جزء من القطعة، إلى أن يصل إلى 100,000 جنيه إذا كان بحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائيا حتى لو بسيطة، فدي بيوصل سعره ل 100,000 جنيه. أنا كده يا جماعة خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنسناش بالاشتراك في القناة
وتفعل زر الجرس على قناتنا على اليوتيوب وتعمل سبسكرايب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعه وتخش من خلال قناتنا على التيك توك على قناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان كل الفيديوهات بعد كده يا جماعه تنزل على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.